أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، بحث تحت عنوان والله مات معاوية على غير الإسلام. والله معاوية مات على غير الإسلام. والله مات معاوية على غير الإسلام. مات معاوية على غير الإسلام. نبدأ بخلاصة البحث. الكلام في خلاصة البحث، والبحث هو مات معاوية على غير الإسلام. مات معاوية كافرا. والله مات معاوية على غير الإسلام. مات والله معاوية على غير الإسلام. خلاصة البحث: أولا، في كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية النيسابوري جزء ثاني صفحة 154 رقم المسألة رقم الفتوى 1866 تحقيق شاويش. قال النيسابوري: الفتوى 1866، المسألة 1866. وسمعت أبا عبد الله. وسمعت أبا عبد الله. المتحدث النيسابوري سمع أبا عبد الله. أبو عبد الله هو أحمد بن حنبل، والنيسابوري كتب فتاوى أحمد بن حنبل. يقول النيسابوري: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه. التفت جيدا. يقول النيسابوري: سمعت أبا عبد الله. الآن هل أبو عبد الله هو الذي قال وقال له دلويه؟ هل أحمد بن حنبل يقول وقال له دلويه ويريد أن يتحدث عن نفسه؟ لا يعقل هذا. لا يوجد عاقل يقول بأن الكلام اللاحق بعد أبي عبد الله هو تابع لأبي عبد الله، هو تابع لأحمد بن حنبل. لا يوجد عاقل يقول بهذا القول إلا حمير وقطيع السلفية والسنة الأغبياء ممن وصفهم ابن عمر بالحمير، ممن والى معاوية وقدس معاوية، وإن شاء الله يحشر مع معاوية في النار وعلى الكفر وعلى غير الإسلام، كما أفتى بهذا وحكم بهذا أئمة المذاهب ابن حنبل وابن الجعد ودلويه والنيسابوري، من أئمة السنة ومن مشايخ السنة ومن علماء السنة والسلفية. إذن النيسابوري يقول: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه. سمع ابن حنبل يقول، وسمع دلويه يقول لابن حنبل. وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه. سمعت علي بن الجعد يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. إذن الآن صارت المسألة واضحة بأن النيسابوري قد روى فتوى عن ابن حنبل وروى فتوى عن ابن الجعد. الفتوى عن ابن حنبل قد سمعها بنفسه بالمباشر من ابن حنبل، والفتوى عن علي بن الجعد قد سمعها من دلويه. كيف سمع هذه من دلويه؟ وكيف سمعها من دلويه؟ سمع دلويه أخبر أحمد بن حنبل بفتوى ابن الجعد. هنا المسألة واضحة، ومع احتمال ومع توقع ومع تصور الحمير أيضا يبقى نفس الكلام ونفس الاستدلال ونفس الدليل ونفس الفتوى ونفس الإمضاء للفتوى. حتى لو قلنا بأن ابن حنبل قد نقل عن دلويه ودلويه قد نقل عن ابن الجعد، أيضا لا يفرق الأمر، النتيجة واحدة. فتوى موجودة وسجلت في كتاب الفتاوى، وقد تبناه صاحب الفتاوى ابن حنبل، وقد تبناه دلويه الذي نقل عن ابن الجعد، وقد تبناه النيسابوري. ولو كان عندهم شك في هذه الفتوى، لو كان عندهم تردد في هذه الفتوى، لو كان عندهم اعتراض على هذه الفتوى،
لسجلوا الاعتراض، كما سجل شاويش الاعتراض في تعليقه بعد مئات السنين من فتوى ابن حنبل، بعد أكثر من 100 عام من فتوى ابن حنبل. فتوى 1866 يقول النيسابوري: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه: سمعت علي بن الجعد يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. الكلام في نقاط، في خطوات تحت التسلسل. أولا، إذن عندي الخطوة الأولى: قال النيسابوري: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه. الخطوة الثانية، أقول هنا يأتي السؤال: ماذا سمع النيسابوري من ابن حنبل؟ بحيث قال النيسابوري: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه. ماذا سمع من أبي عبد الله؟ وهل يوجد عاقل يقول بأن أبا عبد الله، بأن ابن حنبل عندما يتكلم عن دلويه يقول وقال له دلويه، أو يقول وقال لي دلويه؟ بالتأكيد الكلام عن دلويه ليس من ابن حنبل، وإنما من النيسابوري، وهو الذي سمع دلويه يقول لابن حنبل بأن ابن الجعد قد كفر معاوية. إذن أقول هنا يأتي السؤال: ماذا سمع النيسابوري من ابن حنبل؟ بحيث قال النيسابوري: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه. فماذا قال ابن حنبل وسمعه منه النيسابوري؟ بحيث قال ابن حنبل: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذن قال النيسابوري: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه. وسمعت أبا عبد الله، سمع ابن حنبل يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام، وقال له دلويه. وسمع دلويه يقول لابن حنبل: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه: سمعت علي بن الجعد يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. إذن الآن النيسابوري قد روى فتوى عن ابن حنبل وروى فتوى عن ابن الجعد. الفتوى عن ابن حنبل قد سمعها بنفسه بالمباشر من ابن حنبل، والفتوى عن علي بن الجعد قد سمعها من دلويه. سمع دلويه أخبر أحمد بن حنبل بفتوى ابن الجعد. فتوى 1866 يقول النيسابوري: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه: سمعت علي بن الجعد يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. إذن عندي الخطوة الأولى: قال النيسابوري: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه. الخطوة الثانية: هنا يأتي السؤال: ماذا سمع النيسابوري من ابن حنبل؟ بحيث قال النيسابوري: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه. ماذا سمع من أبي عبد الله؟ وهل يوجد عاقل يقول بأن أبا عبد الله، بأن ابن حنبل عندما يتكلم عن دلويه يقول وقال له دلويه، أو يقول وقال لي دلويه؟ بالتأكيد الكلام عن دلويه ليس من ابن حنبل، وإنما من النيسابوري، وهو الذي سمع دلويه يقول لابن حنبل بأن ابن الجعد قد كفر معاوية. إذن هنا يأتي السؤال: ماذا سمع النيسابوري من ابن حنبل؟ بحيث قال النيسابوري: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه.
فماذا قال ابن حنبل وسمعه منه النيسابوري، بحيث قال ابن حنبل وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه. لا يعقل ومن المستحيل أن ابن حنبل أراد أن ينقل ما قاله له دلويه فيقول ابن حنبل عن نفسه وقال له دلويه. لو كان ابن حنبل ينقل كلام دلويه هل يقول وقال له دلويه أو يقول وقال لي دلويه؟ للعقلاء للأغبياء المسألة واضحة، لكن للسلفية وللسنة ممن أشرب حب معاوية، ممن تعلق قلبه بمعاوية ووالى معاوية الذي مات على الكفر، كيف يقبل هذا الكلام؟ لو كان ابن حنبل ينقل كلام دلويه يقول وقال لي دلويه، كيف يقبل هذا التوجيه؟ من تعلق قلبه بمعاوية ووالى معاوية الذي مات على الكفر، كيف يقبل هذا الكلام؟ كيف يقبل هذا التوجيه؟ وهو الذي يشكك بكل ما يصدر من حقائق ووقائع وروايات وأحاديث التي تكشف حقيقة معاوية وكفر معاوية ونفاق معاوية. إذن أقول لا يعقل ومن المستحيل أن ابن حنبل أراد أن ينقل ما قاله له دلويه فيقول ابن حنبل عن نفسه فيقول وقال له دلويه. فلو أراد طفل أو جاهل غبي أن يخبرنا عن شيء قد أخبره به فلان، هل يقول عن نفسه وعن فلان الذي أخبره بشيء يقول وقال له فلان أو يقول وقال لي فلان؟ هل يخبر عن نفسه وعن الشخص الذي قال له والذي أخبره بشيء يقول وقال له فلان أو يقول وقال لي فلان؟ وكذلك لو سألنا الطفل أو الجاهل الغبي ماذا قال لك فلان، هل يقول وقال له فلان أو يقول وقال لي فلان ويقول قال لي فلان؟ المسألة واضحة. إذن أقول الخطوة الثالثة لا يعقل ومن المستحيل أن ابن حنبل أراد أن ينقل ما قاله له دلويه فيقول ابن حنبل عن نفسه وقال له دلويه. فلو أراد طفل أو جاهل غبي أن يخبرنا عن شيء قد أخبره به فلان، أو سألنا الطفل أو الجاهل الغبي ماذا قال لك فلان، فإن الجواب وبكل بساطة ووضوح سيقول الطفل أو الجاهل أو الغبي سيقول قال لي فلان، ولا يقول وقال له فلان. يعني لا يقول قال له فلان بل سيقول قال لي فلان، هذا أولا. وأيضا لا يبدأ الكلام يقول وقال لي فلان، لأنه لا يوجد كلام قد سبق هذا الكلام. إذن لا نحتاج إلى الواو ولا نحتاج إلى ضمير الغائب في له، وإنما نحتاج فقط لكلمة أو للفظ لي، قال لي فلان، وليس قال له فلان، وليس وقال له فلان. أما إذا كان الكلام عن النيسابوري فيكون الواو حرف الواو فيه ضرورة، وجود الواو فيه ضرورة، وهو الكاشف عن أن النيسابوري قد سمع ابن حنبل وقد سمع دلويه. يقول سمعت ابن حنبل وقال له دلويه، أي وسمعت دلويه قد قال لابن حنبل. فلو أراد طفل أو جاهل غبي أن يخبرنا عن شيء قد أخبره به فلان، أو سألنا الطفل أو الجاهل الغبي ماذا قال لك فلان، فإن الجواب وبكل بساطة ووضوح سيقول قال لي فلان، ولا يقول وقال له فلان. أين يوجد مثل هذا الفقه في الروايات وفي الأحكام وفي الفتاوى عند السلفية وعند السنة من الصحابة إلى هذا اليوم؟ من منهم يتحدث بهذا الأسلوب وبهذا التفصيل وبهذه الدقة؟ جهل في جهل،
وليس عندهم إلا الشيطنة والاحتيال والتدليس والأكاذيب والنفاق على سيرة خالهم معاوية، وعلى منهج وسلوك خالهم معاوية، وإن شاء الله على مصير خالهم معاوية في النار والسعير بعد الموت على الكفر وعلى غير الإسلام. الخطوة الخامسة: فالواضح المتعين أن النيسابوري قد نقل فتوى ابن حنبل وفتوى ابن الجعد. إذا نقل فتوى وفتوى، فالواضح المتعين أن النيسابوري قد نقل فتوى ابن حنبل وفتوى ابن الجعد، فإن النيسابوري قد نقل فتوى ابن حنبل بتكفير معاوية، ونقل النيسابوري ونقل فتوى ابن الجعد عن طريق دلويه. إذا نقل فتوى وفتوى. فالواضح المتعين أن النيسابوري قد نقل فتوى ابن حنبل وفتوى ابن الجعد، قد نقل فتوى ابن حنبل وقد نقل فتوى ابن الجعد. فالواضح المتعين أن النيسابوري قد نقل فتوى ابن حنبل وفتوى ابن الجعد، فإن النيسابوري قد نقل فتوى ابن حنبل بتكفير معاوية، حيث قال: سمعت أبا عبد الله، أي سمعت ابن حنبل، سمعت أبا عبد الله ابن حنبل يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. ونقل النيسابوري فتوى ابن الجعد عن طريق دلويه بحضور ابن حنبل، حيث قال النيسابوري: وقال له دلويه، أي قال دلويه لابن حنبل: سمعت علي بن الجعد. إذن المسألة واضحة، عندنا فتوى وفتوى، عندنا فتوى وفتوى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذن قال النيسابوري: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه. هنا يأتي السؤال: ماذا سمع النيسابوري من ابن حنبل، بحيث قال النيسابوري: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه؟ ماذا سمع من أبي عبد الله؟ فماذا قال ابن حنبل وسمعه منه النيسابوري، بحيث قال ابن حنبل: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه؟ لا يعقل، ومن المستحيل أن ابن حنبل أراد أن ينقل ما قاله له دلويه فيقول ابن حنبل عن نفسه: وقال له دلويه. فلو أراد طفل أو جاهل غبي أن يخبرنا عن شيء قد أخبره به فلان، هل يقول عن نفسه وعن فلان الذي أخبره بشيء يقول: وقال له فلان، أو يقول: وقال لي فلان؟ فلو أراد طفل أو جاهل غبي أن يخبرنا عن شيء قد أخبره به فلان، أو سألنا الطفل أو الجاهل الغبي: ماذا قال لك فلان؟ فإن الجواب وبكل بساطة ووضوح سيقول الطفل أو الجاهل أو الغبي سيقول: قال لي فلان، ولا يقول: وقال له فلان. الخطوة الخامسة: فالواضح المتعين أن النيسابوري قد نقل فتوى ابن حنبل وفتوى ابن الجعد. إذا نقل فتوى وفتوى. فالواضح المتعين أن النيسابوري قد نقل فتوى ابن حنبل وفتوى ابن الجعد، فإن النيسابوري قد نقل
فتوى ابن حنبل بتكفير معاوية، ونقل أي النيسابوري ونقل فتوى ابن الجعد عن طريق دلويه. إذا نقل فتوى وفتوى، فإن النيسابوري قد نقل فتوى ابن حنبل بتكفير معاوية، حيث قال: سمعت أبا عبد الله، أي سمعت ابن حنبل، سمعت أبا عبد الله يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. ونقل أيضا، ونقل النيسابوري فتوى ابن الجعد عن طريق دلويه بحضور ابن حنبل، حيث قال النيسابوري: وقال له دلويه، أي قال دلويه لابن حنبل: سمعت علي بن الجعد. إذن المسألة واضحة، عندنا فتوى وفتوى، عندنا فتوى وفتوى. إذن فإن النيسابوري قد نقل فتوى ابن حنبل بتكفير معاوية، حيث قال: سمعت أبا عبد الله ابن حنبل يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. ونقل أيضا، ونقل فتوى ابن الجعد عن طريق دلويه بحضور ابن حنبل، حيث قال النيسابوري: وقال له دلويه، أي قال دلويه لابن حنبل: سمعت علي بن الجعد يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. وإلى هنا صارت المسألة واضحة، كأن النيسابوري قد سمع من ابن حنبل تكفير معاوية وقال: مات والله معاوية على غير الإسلام، وكان في المجلس قد حضر دلويه، أو وكان حاضرا في المجلس دلويه، ولما سمع من ابن حنبل فتوى تكفير معاوية نقل دلويه تكفير ابن الجعد لابن حنبل، وأخبره بتكفير ابن الجعد لمعاوية، وكأن دلويه أراد أن يؤيد ابن حنبل بالفتوى فجاء بفتوى ابن الجعد. التفت جيدا هنا، المسألة جدا مهمة. إذن فتوى ابن حنبل فتوى مستقلة، ولا يوجد نقل لفتوى ابن الجعد عن طريق ابن حنبل. التفتوا إلى هذه كي تقطع ألسن الوهابية والسلفية والسنة وكل منافق دجال من أمة الضلالة يدافع عن معاوية. إذن فتوى ابن حنبل فتوى مستقلة ليس لها علاقة بابن الجعد. فتوى ابن حنبل فتوى مستقلة ليس لها علاقة بابن الجعد. ابن حنبل هنا لم ينقل فتوى ابن الجعد، ومن هنا نقول لا تعارض بين ما قاله ابن الجعد في الكتب المكذوبة والمدلسة للتغطية على هذه الفتوى. لا يوجد علاقة بين هذا وهذا، لا يوجد علاقة بين هذا وهذا. فتوى ابن حنبل فتوى مستقلة ليس لها علاقة بابن الجعد. فابن حنبل قد نقل عن ابن الجعد في غير مورد، وقد ذكرنا هذا. إذن ابن حنبل قد نقل عن ابن الجعد في غير هذا المورد، فهل يوجد مصداقية بأن ابن حنبل قد نهى ابنه عن الرواية عن ابن الجعد؟ هل يوجد عاقل يصدق بهذا؟ لا يوجد عاقل، لكن يصدق بهذا الوهابية والسلفية والسنة من أمة الضلالة من عشاق معاوية، حشرهم الله مع معاوية. إذن نلتفت إلى هذا الأمر المهم، بأن ابن حنبل لم ينقل فتوى ابن الجعد، لا علاقة لابن حنبل بابن الجعد، لا يوجد علاقة لابن حنبل بابن الجعد. والناقل لفتوى ابن الجعد هو دلويه، والذي أخبر ابن حنبل بفتوى ابن الجعد هو دلويه. أما ابن حنبل فهو صاحب فتوى مستقلة قد سمعها النيسابوري ونقلها، فابن حنبل قد أفتى بكفر معاوية وانتهى الأمر، وجاء دلويه بالتأكيد كفر معاوية فجاء بفتوى ابن الجعد.
جاء بفتوى ابن الجعد تأييدا وتأكيدا لفتوى ابن حنبل. وعندما يؤكد دلويه فتوى ابن حنبل بفتوى ابن الجعد، فبالتأكيد يكون دلويه يتبنى هذه الفتوى ويؤكد على هذه الفتوى، لأنه قد سمع الفتوى من ابن حنبل ولم يكتفي بهذا السماع، وإنما أكد هذه الفتوى بفتوى ابن الجعد. إذن أقول فإن النيسابوري قد نقل فتوى ابن حنبل بتكفير معاوية، حيث قال: سمعت أبا عبد الله يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. ونقل النيسابوري ونقل فتوى ابن الجعد عن طريق دلويه بحضور ابن حنبل، حيث قال النيسابوري: وقال له دلويه، قال دلويه لابن حنبل: سمعت علي بن الجعد يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. مات والله معاوية على غير الإسلام. لكن الكلام في مسائل، الكلام في الفتاوى، والفتاوى والمسائل هي أحكام شرعية يأتي بها المفتي الحاكم الشرعي على صورة مختصرة وبصورة واضحة. وهنا ليس من البلاغة أن يكرر: مات والله معاوية على غير الإسلام في نفس الفتوى، وهي عبارة عن سطرين وبعض السطر، أي أقل من 3 أسطر. هل من البلاغة ومن اللياقة اللغوية أن يكرر عبارة مات والله معاوية على غير الإسلام؟ لا يحتاج إلى هذا. لذلك قال: سمعت أبا عبد الله يقول، وقال له دلويه. بعد هذا أتى بعبارة مات والله معاوية على غير الإسلام، فلم يكرر هذه العبارة اختصارا وبلاغة ولياقة لغوية. لاحظ، هذه هي الفتوى، هذا هو تفصيل الفتوى، هذا هو شرح الفتوى، هذا هو المعنى الواضح من الفتوى، هذا هو المعنى المستفاد من الفتوى. ومن هنا نقول: لذلك قال: سمعت أبا عبد الله يقول، وقال له دلويه. بعد هذا أتى بعبارة مات والله معاوية على غير الإسلام، فلم يكرر هذه العبارة اختصارا وبلاغة ولياقة لغوية. أي قال النيسابوري: سمعت أبا عبد الله ابن حنبل يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام، وقال له دلويه، أي قال دلويه ابن حنبل: سمعت علي بن الجعد يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. لاحظ، هذا هو الأصل في الفتوى. لكن ماذا فعل النيسابوري؟ بدل أن يكرر عبارة مات والله معاوية على غير الإسلام والكلام واضح والمعنى واضح، فذكر في البداية قال: سمعت أبا عبد الله ابن حنبل. ماذا يقول؟ ترك القول وترك المقول وترك ما قاله ابن حنبل إلى آخر الفتوى. يقول: سمعت أبا عبد الله يقول، وقال له دلويه: سمعت علي بن الجعد يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. وهذه مات والله معاوية على غير الإسلام ترجع إلى ابن حنبل، وأيضا هي من أقوال وفتاوى ابن الجعد. فكما أفتى ابن الجعد قد أفتى ابن حنبل، وكما أفتى ابن حنبل فقد أكد دلويه فتوى ابن حنبل، فجاء بفتوى ابن الجعد. أي قال النيسابوري: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام، وقال له دلويه، أي قال دلويه لابن حنبل: سمعت علي بن الجعد يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام.
مات والله معاوية على غير الإسلام. ثانيا قال النيسابوري في الفتوى 1866: وسمعت أبا عبد الله. ماذا به وسمعت أبا عبد الله؟ طبعا إما قال أو يقول، وهذه قلنا التي أخرها في آخر الفتوى، وقال في آخر الفتوى: يقول مات والله معاوية على غير الإسلام. فهذه العبارة يقول مات والله معاوية على غير الإسلام ترجع إلى سمعت أبا عبد الله يقول مات والله معاوية على غير الإسلام، وترجع إلى ما سبقها من سمعت علي بن الجعد يقول مات والله معاوية على غير الإسلام. فالعبارة الأخيرة هي عبارة تعود إلى ابن حنبل وتعود إلى علي بن الجعد. قال النيسابوري: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول مات والله معاوية على غير الإسلام. وقال له دلويه، أي قال دلويه لابن حنبل: سمعت علي بن الجعد يقول مات والله معاوية على غير الإسلام. مات والله معاوية على غير الإسلام. ونكتفي بهذا المقدار من الكلام، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء وأسألكم الدعاء وأسألكم الدعاء.